بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلاكيت تاني مرة، فوز سهل، ما فيهوش أي صعوبات، ما فيهوش أي مناوشات، ما فيهوش أي اشتباكات، ما فيهوش أي ندية. فرقة مستسلمة، وده الكلام اللي احنا كنا بنقوله، إن هتلاعب الأهلي هتلاعب الزمالك، أنت كده كده خسران 3 بونت، ولكن يبقى لك شكل. ادي فرقتك الثقة عشان الماتشات اللي انت تحتاجها بعد ماتش الاهلي او الزمالك. انت نازل النهارده زون ديفنس ومستسلم وبتلعب على ال 18، شالت تجوان بدون اي مقاومة، بدون اي صعوبة، بدون اي هجمة ليك الشوط الاولاني. ما احنا عارفين ان انت هتخسر ومتأكدين ان انت هتخسر. لو انت بدأت المباراة زي ما بدأت الشوط الثاني، اعتقد ان كان هيبقى في نديه، في هجمه هنا، في جون للاهلي عادي، في شكل حلو ليك، في ثقه لعيبتك، في قوه للماتشات بتاعتك اللي جايه، عشان يبقى انت، لانك انت مش الماتش اللي جاي هتلاعب الاهلي، انت هتلاعب فرقه اكيد عايز التلاته بونت اللي انت خسرتهم في ماتش الاهلي، فلازم تدي لعيبتك الثقه. الكلام ده بنقوله، الناس ما بتفهموش، المدربين ما بيفهموش، يعني ما بيفهموش الكلام دوت. ما انا خسران خسران، بس اعمل ماتش حلو، ادي لعيبه الثقه عشان الماتشات اللي بعد كده في الدوري، ولا ان انا النهارده العب شوط مستسلم مفيش اي فيه فنيات، ولا في ضغط، ولا في اي يقظه من الديفنس ولا نص الملعب، ولا في اي شكل ان انت ان دي فرق الكوره بصراحه. يعني الشوط الاولاني مش فرق الكوره. لما عملت تغييرات الشوط الثاني رحت، طب فيها ايه لو انت بدات كده من الاول؟ ماشي هتخسر، بس انت برضو هتجيب، هتحاول، هيبقى في شكل هجومي، هيبقى في مباراة فيها ندية. ده اللي احنا عايزين نتفرج عليه، وده اللي احنا عايزين نشوفه. انت في الاول وفي الاخر هتخسر، بس تخسر بشكل كويس والناس تسقف لك، ولا تخسر زي الشوط الاولاني كده مستسلم يعني مبروك لكل جماهير النادي الاهلي. ماتش حلو، ماتش حلو في الدوري. الاهلي قدر ان هو يكسب ال3 نقط، وعشان الفتره الجايه ان شاء الله باذن الله عايزين ماتشات الاهلي يعني تبقى ماتشات كؤوس. مش عايزين اي حاجه من الماتش غير ال3 نقط وبس، باي شكل وباي طريقه. احنا عايزين 3 نقط وبس علشان خاطر نقدر ناخد الدوري السنه دي. شايفين المنافسه السنه دي صعبه جدا مع بيراميدز، اللي بسم الله ما شاء الله واخد طريقه يا باشا، مفيش حد عارف يقف قصاده. فاحنا بقى رجعنا له بعد ما خلصنا افريقيا، رجعنا له علشان نعرفه ان الدوري ده والكوره هنا في مصر لها كبير وهو النادي الاهلي. فاحنا يا باشا جايين يا بيراميدز، احنا جايين يا باشا في الطريق، واطمن خالص، اكسب براحتك، احنا جايين. اكسب براحتك، احنا جايين، ومحدش يعرف يوقفنا. معلش يعني لا مؤاخذه، محدش يعرف يوقفنا، لا انت ولا غيرك. والمواجهات المباشره، الماتش بتاعك المتاجل معايا هيحسم حاجات كتير، وسيبها على المولى. سلام.